يا هلا بالمبدعين، معاكم هبة. النهاردة هكلمكم عن وركشوب كانت في المتحف المصري. ساعتها كان في مركز الثقافة الكوري عامل ايفنت اسمه كوريان كالتشر ويك، اللي هو اسبوع الثقافة الكوري. كان من ضمن الفعاليات ورشة صنع بطاقات من الهامبوك. هنا المدربة كانت بتقول لنا ازاي هنعمل البطاقات دي، وايه هو تاريخ الهامبوك عن معاها، انها فتحت براند بتاعها. وكانت المترجمة بتترجم الحاجات اللي هي بتقولها. هنا بتقول لنا ان احنا البطاقات دي البطاقة عاملة على شكل زهرية وفيها مكان فاضي، فاحنا لازم نملى المكان الفاضي ده بشرايط من قماش الهامبوك، وان القماش الهامبوك كان بيتخيط لكن احنا مش هنخيطه، احنا هنستخدم لزق عشان نلزقه. وكانت عاملة مسابقة لطيفة كده، انها تمسك قطعة قماش وهتفردها، واللي هيقول هي كام متر بالظبط هياخد قماشة هامبوك مميزة يعمل بيها الكارت بتاعه. فكل مجموعة على ترابيزة كانوا بيخمنوا المقاس بالظبط، وفي الاخر هي جابت متر وقاست القماش عشان تشوف مين الترابيزة اللي كسبت مجموعة مميزة من قماش الهامبوك، قطع تعمل بيه الكارت بتاعها. ووزعت على كل ترابيزة مجموعة من الأقمشة، وقالت ان احنا مش لازم نحط القماشة بالطول ونملى الفراغ، لا احنا لازم نعمل قطع عشان نخلي شكل الفازة اللي طالع منها الورد دي تكون شكلها حلو. احنا مش هنحط قطع القماش طول او عرض ونقفل وخلاص، لا احنا عايزين نشوف ايه كل واحد هيعمل ايه بحيث يطلع القطعة بتاعته مميزة. انا بدأت اخترت الوان البنفسجي، درجات بنفسجي، واخترت معاها بينك ناصع شوية، واخدت قطعة من اللون الاسود حسيت ان انا هحتاجها لسه هتبان في الاخر. كان كل اللي خدته كان سادة ما عدا قطعتين بس كانوا منقوشين. كان في نقشتين، واحدة مدية على ازرق واحدة مدية على اخضر، فانا قلت ايه هشوف ايه اللي هيمشي مع القماش. وحاولت اعمل بنفس التكنيك اللي قالت عليه لما كانوا بيخيطوا بيحطوا قطع القماش فوق بعضها، بس طبعا احنا هنا هنلزق، فانا استخدمت عندنا اما الجلو ستيك اما الدبل فيس. وعايزه اقول لكم ان مش كل حاجه نفعت بالجلو ستيك، صعب جدا لزق القماش بالجلو ستيك، فحتى بالدبل فيس برضو مش بالسهوله، بيطلع من وراها كده كأن في حته باينه مش لذيذه يعني. المهم حاولت واحده واحده كده اعمل بالجلو شويه وبالدبل تيب شويه، عايزه اعمل شكل في الفازه بحيث انها ما تبانش كانها ساده او قطعه واحده. وكل مره كنت بلزق قطعه من القماش واقفل الكارت عشان اشوف شكل الفازه هيبقى عامل ازاي. وحاولت اعمل ماتشنج ما بين درجات الموف الغامق والموف الفاتح، ساعات بيتنسل واحنا بنقصه بالمقص، بس واحده واحده وحاولت اعمل البروجكت. حسيت ان لو حطيت اللون البينك هيدي تناقض حلو مع الالوان، لان انا مختاره كلها الوان هاديه حتى الرسمه اللي فيها الفراشه. فقلت حتى لو حطيته مره واحده كباتش كده مش هيبقى لذيذ. في العاده لما بعمل اي تصميم بحاول اوزع التصميم في جوانب الورقه كلها اللي بشتغل عليها، بحيث يبقى فيه ماتشنج في القطعه كلها، ميبقاش حته فيها لون وحته فيها لون تاني ويبقى شكلها غريب. طبعا كان من اصعب الحاجات ان انا الزق قطعتين قماش على بعض، يعني ما كنت بلزقها على الورق كانت صعبه بس مقبوله، انما لزق قطعتين قماش على بعض مش نافع فعلا غير بالدبل فيس. وكنت كل مرة بقفل الكارت واشوف لو حطيت اللون البينك مثلا وفوقيه الحتة الملونة هيبان جمال الحتة الملونة المنقوشة دي ولا لا. طبعا عالم الكروت ده اللي متابعني من زمان على القناة عارف ان انا بعمل كروت وبحب صناعة الكروت جدا، وبحب اخد فيها وقتي وبتبقى ممتعة ما بحسش بالوقت. وده اللي حصل هنا، الوقت هنا عدى بسرعة جدا، لكن كان وقت ممتع وتجربة جديدة، ما عملتش كروت قبل كده من القماش، دايما كان كل تعاملاتي بتبقى مع الورق جنب الستاند وعليه التليفون وباور بانك، فحتى كذا حاجة، وجنبي طبعا ناس بتشتغل، فانا المساحة اللي عندي يعني يا دوبك افرط فيها الحاجة واعرف اقص واشتغل. فاعذروني لو في جزء مش باين، بس انا الحاجة اللي انا عايزاكم تشوفوها في اللزق وكل حاجة بحاول على قد ما اقدر تبقى باينة، وكده كده هوريكم المنتج في النهائي عامل ازاي. حاولت كمان ادخل القطعة المنقوشة التانية بس حسيت ان هو هتبقى كتيرة قوي، فقلت هخليها في الجناب يبقى باين منها حرف، بحيث يبقى فيه جزء منقوش فوق القطعة البينك في الشمال وجزء تاني في اليمين. وقلت لازم ادخل القطعة تعمل كونتراست رهيب، فاخترت الاسود، بس لما جيت احطها حسيت انها هتبوظ القطعة، فقلت لا هاخد بس بعض جمل من الكوري وبعض الرموز واحاول اوزعها في جوانب الفازة كلها بحيث تبقى تدي تأثير جميل، وفي نفس الوقت تعمل كونتراست حلو مع باقي اللوحة. طبعا القماش دي مرسوم عليها بالذهبي،
فالذهبي كمان ادى لون روعة. انا حاولت اخد التفاصيل بتاعة الحرف، وفي اجزاء خدت فيها جزء من القماشة السوداء يبان، بس انا مش ببين كل الكلمة ولا كل القماشة، لا انا باخد بس اطراف منها بحيث تدي تأثير خفيف. كان كل ما اجي ازود طبقة، الطبقة اللي تحتها احس انها هتفك، فكان الموضوع محتاج تعامل بحرص بس سرعة، لان الوقت قعدوا يقولوا لنا خلاص فاضل 5 دقايق بسرعة. اصل انتوا شايفين شكل الترابيزة عامل ايه قدامي دلوقتي، بيفكرني بشكل مكتبي لما اجي اعمل اي مشروع فني، بحس ان كل حاجة موجودة في ناحية، بس طبعا مش كل ده بيبان على الكاميرا، بتشوفوا بس الجزء المترتب، لكن بعد كده انا بحتاس في الترتيب. انا كده خلاص قربت اخلص الكارت، بضيف التاتش النهائي. قالت لنا بعد كده ان احنا المفروض كنا نسيب حرف في الجنب عشان هنقفله بالدبل فيس في الاخر، يبقى الكارت مقفول والزهرية باينة وخارج منها الورد والفراشات. هنا الصنصنيم المدربة بتكتب لي عبارة، قالت لي اكتب لك ايه، فانا قلت لها تكتب لي هامنسيو فايتنج، وكتبت اسمي وكتبت اسمها امضى في النهاية، وده شكل الكارت في الاخر. بعدها انا جربت زي الهامبوك وتصورت بالكارت بتاعي. هوريكم بقى الغرفة اللي كان فيها الورش، كان فيه ورش تانية بس للأسف كانت كل حاجة طبعا تبقى بالحجز قبلها، اللي لو في قائمة ويتنج ليست. طبعا اخدت صور كتير وجربت حاجات مختلفة وصورت حاجات كتير اشاركها معاكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية عن اليوم قضيته هناك ازاي، وازاي جربت حاجات مختلفة. لو حبيتوا المحتوى من النوع ده ما تنسوش تشاركوني رأيكم، لو حابين تعرفوا اي فيديوهات تانية عن الثقافة